ازيكم؟ اخباركم ايه؟ معاكم ادري. اخبار الفانتسي ايه يا جماعه؟ جاهزين؟ الجوله الجايه الجوله 35 هتبتدي يوم الجمعه. الجوله هتبتدي يوم الجمعه. يلا بينا نشوف انا عملت ايه مع نهايه الجوله 34 وتشكيلتي للجوله 35 والمباراه بتاعت الجوله 35 ونجيب مين ونسيب مين وكابتن مين ولو انها ما بقتش تفرق. متنساش لايك فولو شير سبسكرايب فعل الجرس تابعني اول باول عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. اما عن فريق يا صديقي فزي ما انت شايف 55 بوينت والافريج كان 36 بوينت. الحمد لله اسهم خضراء الدنيا تمام. 100 من 200 الف تقريبا زدتهم بس احسن ما فيش. كلير في حراسه المرمى طلعنا ب 2 بوينت. خط الدفاع تركاوسكي 3 بوينت. موكيلي اللي شاله في ماتش غريب جدا زيرو طلع لي ب 0 بوينت. جابرييل 8 بوينت وفيرجيل فان دايك ب 4 بوينت. خط النص ويلسون ب 2 بوينت. جيبس وايت اللي انقذ لي الجوله ب 13 بوينت وكابتنه الجوله بالنسبه لي كانت برونو فرنانديز اللي جاب 5 بوينت وبالكابتن 10 بوينت. خط الهجوم بوين اللي تاني جوله بيساعدني بصراحه ب 10 بوينت. المره دي تيجو ما طلعش بحاجه غير بوينت وواتكنز بيطلع لي ب 2 بوينت بس. دي التشكيله بتاعتي. وفي عندي على الدكه زي ما انتم شايفين اندرسون من نوتنغهام فورست ب 9 بوينت. كنت عايز العبه كنت هلعبه والله بس يعني يلا اللي حصل. دي تشكيلتي كانت للجوله 34. يلا بينا نشوف تشكيلتي الجوله 35 وبعد كده نشوف ماتشات الجوله 35. اما عن تشكيلتي الجوله 35 فزي ما انت شايف كلير زي ما هو في حراسه المرمى. خط الدفاع جبت شترويك من ليدز يونايتد اللي عندهم ماتش اللي قدام بيرلي على ارضهم. احتماليه كلين شيت وارده جدا وخصوصا ان هم بينافسوا على الهبوط فهم عايزين يضمنوا الماتش ده. كسبوه هم كده بعدوا عن الهبوط. موكيلي قدام وولفز ماتش المفروض يطلعوا بيه بكلين شيت وخصوصا وولفز ما بقتش برازيل الدوري الانجليزي زي الاول والدنيا معاهم مش احسن حاجه فاتمنى ان هو يطلع بحاجه. وجابرييل وفيرجيل فان دايك. خط النص زي ما هو ويلسون وجيبس وايت وبرونو فرنانديز والهجوم واتكنز وتياجو وبوين. الدكه عندي بفكر افعل البنش بوست لانها موجوده فبفكر افعل البنش بوست. قولوا لي رايكم بالدكه دي افعل البنش بوست ولا لا، مع العلم ان انا ممكن اعمل تغييره واحده ب-4 بخروج دوبرافكا وادخل مكانه حارس دارويل بتاع ليدز. بفكر فيها فقولوا لي رايكم في الفكره. لو تمام قولوا لي تمام ممكن اعملها قبل الجوله الجايه. اما عن مباراه الجوله الجايه فيلا بينا يا صديقي. وزي ما انت شايف يا صديقي الجوله تبتدي يوم الجمعه ما بين ليدز وبيرنلي على ارض ليدز. المباراه اللي انا شايف ان ليدز ممكن تطلع بكلين شيت فلو عندك حارس المرمى او حد من خط الدفاع لعبهم. لو عندك الاثنين لعبهم عندك كيلفرت لون لعبه ممكن يطلع بحاجه الجوله دي. طب يقدر نروح نجيب منهم حد للجولات الجايه ممكن تجيب شترويك او داروين لكن كالفرت لون لا انا مش حاطط عليه امل كبير. انا حاطط امل على الدفاع اكتر للجوله دي والجولات الجايه ممكن يعملوا حاجه. الماتش اللي بعد كده بدايه من يوم السبت برينتفورد على ارضها قدام وست هام. الماتش هيبقى رخم جدا وست هام عايز يضمن الصعود مش عايز يهبط وخصوصا ان هو بينافس توتنهام دلوقتي وتوتنهام في حال لا يرثى لها وبرينتفورد بيحاول يحط رجله في المراكز الاوروبيه الدوريات الاوروبيه. فماتش اتوقع فيه اهداف ما اتوقعش فيه كلين شيت. تيجو اعتقد ممكن يعمل حاجه وبون يعمل حاجه. دول اهم 2 انا شايفهم في الفرقتين. ما دون ذلك لا انا مش شايف اي حاجه ممكن تتعمل. عايز تروح تجيب بوين تمام الراجل بيأدي الفتره اللي فاتت وتيجو لا لو ما معكش مش لازم تروح تجيبه بصراحه. الماتش اللي بعد كده نيوكاسل قدام برايتون. ماتش هيبقى رخم نوعا ما. نيوكاسل بتترنح بقى فتره وبرايتون بدات تفوق شويه. اهم ناس انا شايفهم الفتره دي في برايتون جروس انا شايفه راجل مهم جدا جدا وميتوما باللي عمله الماتش اللي فات. وايل بيك رقم 3 بيظهر ساعات وبيختفي ساعات. اما عن الدفاع ما اتوقعش ان يبقى فيه كلين شيت. عن الناحيه الثانيه نيوكاسل ما اقدرش اقول لك تروح تجيب حد وخصوصا كمان ان جوردون مصاب. الوحيد اللي ممكن اقول لك تروح تجيبه وترسك عليه هو برونو جاماريش. المباراه اللي بعد كده صديقي وولفز على ارضها قدام ساندرلاند. عندك اي حد من ساندرلاند لاعبه سواء في خط النص او الدفاع او الهجوم لكن تروح تشتري حد مخصوص الفتره الجايه لا كل سنه وانت طيب. وعن وولفز ما حدث ولا حرج. توقعاتي المباراه دي ممكن تطلع 1-1 او حتى 1-0 لساندرلاند. اللي اتمنى ان هو يطلع كده عشان موكيلي عندي في الفرقه طبعا مش عشان اي حاجه ولا حبا في ساندرلاند يولعوا ساندرلاند حتى بس انا عايز الكلين شيت مع موكيلي. المباراه اللي بعد كده صديقي ارسنال قدام فولهام. مباراه ارسنال بتحارب على كل نقطه. توقعاتي ان هم يطلعوا بكلين شيت الماتش دوت. فولهام فرقه رخمه ويلسون هو الوحيد العنصر الفعال في فولهام فلو عندك لعبه اوكي. على الناحيه الثانيه ما اقدرش اقول لك تجيب اي حد من خط هجوم ارسنال. اللي اقدر انصحك بيه تجيب 2 مدافعين جابرييل ورايا غير كده ما فيش حد هتقدر تمسكه يعني ما فيش حد تقدر تقول هو ده النقطه اللي هتلعب عليها. فهتلعب على الكلين شيت اللي المفروض ارسنال تطلع بيه عشان هي بتحارب على كل نقطه وبتحارب على كل جون لغايه اخر الدوري. وانا ارسنالاوي وبقول لك احنا مش هناخد الدوري. المباراه اللي بعد كده صديقي بورنموث على ارضها قدام كريستال بالاس. مباراه متوقع فيها اهداف من الفرقتين نوعا ما وخصوصا بورنموث اكتر فكلين شيت من وجهه نظري غير وارد. طب عندك اي حد من خط دفاع بورنموث لعبه على امل ان هو ممكن يطلع بتدخلات دفاعيه وكريستال بالاس نفس القصه. اهمهم مين في كريستال بالاس؟ انا كنت قلت قبل كده بورنموث مش في افضل حالاته بس الماتش اللي فات هو عمل جون والدنيا كانت تمام.
عايز تروح تجيبه تمام، مش عايز تجيبه عايز تجيب ريتشاردز المدافع بتاعهم برده تمام. على الناحيه الثانيه بورموس ما اقدرش اقول لك حد بعينه هو كويس، يعني تافرنيير يشتغل شويه، اشتغل الجوله اللي فاتت، اللي قبل كده ما اشتغلش. ريان نفس الكلام، هيل نفس الكلام. هو اسمه ايه ده، كنت بفتكر الاسم، ماركوس سينسي هو الوحيد اللي ممكن يطلع بتدخلات دفاعيه من وجهه نظري. ما دون ذلك لخبطه عدوها فسينسي الوحيد اللي ممكن يطلع بتدخلات دفاعيه من بورموس. غير كده ما انصحش باي حد من الفرقتين ان انت تجيبه للفتره الجايه. المباراه كده مانشستر يونايتد على ارضها قدام ليفربول، وبرونو فرنانديز بقى ملك الاسيستات، مش عايز يجيب اجوان، مش عارفين في ايه. فبرونو فرنانديز اساسي في المباراه دي، محمد صلاح اساسي، لا محمد صلاح اتصاب كمان، فانا مش عارف اقول لك مين. هو ايزاك يعني ممكن ترسك عليه الفتره الجايه، هو ايزاك وسوبوسلاي وفيرتس، الثلاثه دول عايز تجيبهم اوكي، مش عايز تجيبهم اوكي. وانا ارشح ان انت ما تجيبش حد من ليفربول الفتره الجايه. عن مانشستر يونايتد هو برونو فرنانديز اللي عليه العين من وجهه نظري. امبويبو لا، كونيا لا، بس وما تروحش تجيب حد، يعني لو معكش برونو عايز تجيبه روح جيبه، غير كده لا. عايز ترسك بايزاك وعايز تروح تجيبه الفتره الجايه ممكن تعمل كده يا صديقي. وعن الكلين شيت بتاع ليفربول ومانشستر يونايتد، اتوقع ان مش هيبقى فيه كلين شيت في المباراه دي من وجهه نظري الشخصيه. المباراه بعد كده استون فيلا على ارضها قدام توتنهام. متوقع المفروض ان بوضع توتنهام الحالي هي بتنافس بس وضعها بكميه الاصابات اللي ضربت الفريق المفروض استون فيلا يكسب سكور ويطلع كمان كلين شيت. فعندك اي حد من دفاع استون فيلا لعبه على امل الكلين شيت دوت. واتكنز اوبشن مهم للمباراه دي، هو وروجرز من وجهه نظري. اتمنى ان هم يعملوا حاجه لان كمان معايا واتكنز، فاتمنى ان هو يعمل حاجه. واوبشن كابتنه ديفرنشال للجوله دي واتكنز على فكره. على ناحيه توتنهام، الناحيه الثانيه توتنهام ما اقدرش اقول لك اي حاجه. بيدرو بورو الوحيد اللي عليه الرمى الفتره اللي فاتت، وباللي هو فيه ده لا هيشيل سكور، مش سكور يعني هيضيع منه كلين شيت من وجهه نظري. فلا عندك اي حد من توتنهام اتخلص منه وما تروحش تجيب منهم حد الفتره الجايه. المباراه اللي بعد كده صديقي تشيلسي على ارضها قدام نوتنجهام فورست. مباراه هتبقى رخمه برضو. نوتنجهام فورست يعني وضعه بيحاول يخش المراكز الاوروبيه برضو. تشيلسي نفس القصه، بيعاني من اللي هو فيه. بس تشيلسي احنا شفناه هو خلاص يعني عنده نشوه اللي هو الوصول للنهائي بتاع الكاس، فممكن يعمل حاجه. جواو بيدرو لو عندك لاعبه، لو عندك بالمر لاعبه، لو عندك انزو لاعبه، دول اللي اقدر اقول لك عليهم من تشيلسي. غير كده لا، وما تروحش تجيبهم، يعني لو هم مش معاك ما تروحش تجيبهم. على الناحيه الثانيه نوتنجهام فورست، جيبس وايت احنا شايفين هو اللي شايل الفريق الفتره دي، فهو اوبشن مهم جدا جدا بالنسبه لنوتنجهام فورست. هو وراه اندرسون، غير كده مش شايف اي حد في نوتنجهام فورست ممكن تروح له الفتره دي. وعن الكلين شيت بتاع تشيلسي ونوتنجهام فورست، اتوقع المباراه دي تطلع فيها اهداف، مش هيبقى فيها كلين شيت من وجهه نظري. واخيرا ايفرتون قدام مانشستر سيتي. مباراه قويه جدا لمانشستر سيتي، وخصوصا ان ايفرتون على ارضها بتبقى رخمه، ولكن انا شايف ان هيبقى فيه اهداف للفرقتين. ولكن نسبه الاهداف اكتر لمانشستر سيتي، يعني ممكن مانشستر سيتي تفاجئنا بتطلع كسبانه 1-0 او 2-0. فعندك اورايلي لاعبه، عندك شرقي لاعبه، عندك سيمينيو لاعبه، وعندك هالاند لاعبه. دول الاربع فرق الاساسيه بالنسبه لمانشستر سيتي. عايز تجيب اي ثلاثه منهم اوكي، عايز تجيب شرقي وسيمينيو وهالاند اوكي، عايز تجيب شرقي وهالاند واورايلي تمام، عايز تجيب اورايلي وسيمينيو وهالاند، يعني شوف التشكيله اللي تعجبك يا باشا. لازم يبقى معاك ثلاثه من وجهه نظري. انا الفتره دي انا معايا واحد بس عشان مش عايز اعمل تغييرات بالسالب اكتر من كده، فهو انا اللي معايا حاليا هو سيمينيو. هحاول ادخل هالاند الفريق بس من الجوله الجايه. اما عن ايفرتون، تاركوسكي لو عندك لاعب على امل ان هو يطلع بالتدخلات الدفاعيه، ولو طلعوا بكلين شيت بمعجزه يعني عشان ارسنال تكسب الدوري، اتمنى يحصل. ولو ان هم يعني بصوا انا عارف احنا هنتعادل هم هيتعادلوا، احنا هنكسب هم هيروحوا كسبانين، يعني هيذلونا والله. فتاركوسكي اوبشن مهم، داسبريلي اوبشن مهم، ونضيع. دي الاوبشنات اللي انا شايفها واضحه في ايفرتون. دي كده مباريات الجوله يا صديقي. انا بدي لك حلقات مختصره مفيده في السريع كده. انا واحد ما بحبش التحليلات والكلام ده كله. اللي عايز تحليل، عايز ارقام واحصائيات، في قناه على اليوتيوب اسمها دكتور فار. رفيق بصراحه واحد من افضل الناس اللي بتفرج عليه. في عندكم علي فانساوي برضو من واحد من الناس الكويسه جدا اللي انا بتابعها. دول ملوك ارقام واحصائيات. عايز فانتسي ملوك، هم دول هيجيبوا لك تفاصيل التفاصيل. عايز الفانسي على هواه زي حالتي كده، ياضي حدوته، كمل معايا، تابعني ولايك فولو وشير وسبسكرايب. تابعني اول باول عشان يجيلك كل جديد. يلا سلام.